جربت قبل كده تبتلى فتحمد الله وتشكر الله؟ جربت قبل كده تبتلى في الناس اللي شغالة معاك وتقول الحمد لله؟ جربت قبل كده تبتلى في أبنائك وأولادك وتقول الحمد لله؟ جربت قبل كده تبتلى في أموالك وتقول الحمد لله؟ جربت قبل كده تبتلى في نفسك وتقول الحمد لله؟ يا صبر أيوب. ليه صبر أيوب؟ وإيه اللي حصل لسيدنا أيوب عشان نقول في كل مصيبة تحصل لنا يا صبر أيوب؟ سيدنا أيوب عليه السلام كان من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام. تزوج سيدنا أيوب من امرأة عفيفة صالحة، وكان سيدنا أيوب وزوجته كريمان جدا جدا جدا، وكانوا عايشين في منطقة تسمى حوران. وربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا أيوب وأعطاه كثرة في المال وكثرة في الولد وكثرة في كل حاجة، فكان عنده قطعان من الماشية بأنواعها المختلفة، آلاف من الأبقار، آلاف من الأغنام، آلاف من الماعز، وآلاف من الجمال. وفوق ده كله مكانته واختيار ربنا سبحانه وتعالى له بالنبوة والرسالة. وكان سيدنا أيوب غني جدا 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 جدا، وصل درجة غناء إنه ما كانش بياكل طعام إلا ومعه فقير، وما كانش بيقدر كده يشوف فقير او بائس من غير ما يعطف عليه. والناس كلها حبت سيدنا ايوب لكرم، لانه كان بيساعد المحتاجين وكان بيعينهم وكان بينصر الحق. لحد هنا وموضوع القصة جميل جدا ومبشر جدا. ابليس يسكت؟ ابليس ما يسكتش. ابليس راح يوسوس للناس ويقول لهم ان ايوب عليه السلام بيشكر ربنا علشان النعم اللي هو فيها، النعم اللي هو غرقان فيها، انما لو كان فقير ما كانش هيشكر ربنا. ولقى ابليس اللي يسمع له ويصغى ليه. ومن هنا بقى بدأت تتغير نظرة الناس لأيوب عليه السلام، وبقى يقولوا ان ايوب لو تعرض لمصيبة او كارثة هيسيب اللي هو عليه من الطاعة دي. انتوا مش شايفين الكسرة اللي عنده في الاولاد، ومش شايفين الكسرة اللي عنده في الاموال، ومش شايفين الكسرة اللي عنده في الاراضي والماعز والاغنام والجمال، وقعدوا يعدوا عليه. فلو نزع الله سبحانه وتعالى منه هذه الاشياء لترك عبادة الله. وشوية شوية تحول أهل حوران لناقمين على النعمة اللي في إيد سيدنا أيوب عليه السلام. بعد ما كانوا بيحبوه حب كبير جدا بقوا ناقمين عليه، وبقوا بيؤذوه بالنظرات بتاعتهم حتى. ومن هنا بقى بدأت المصائب تنزل على سيدنا أيوب عليه السلام، في حين إن زوجة سيدنا أيوب كانت بتطحن مع النساء برغم الغنى اللي كانت فيه، كانت بتشتغل بإيديها هي وسيدنا أيوب. فلما كانت قاعدة بتطحن والجو هادي خالص والناس كلها شغالة، جاء أحد العمال لسيدنا أيوب عليه السلام يجري ويصيح يا سيدي يا سيدي. فسيدنا أيوب مش فاهم إيه اللي بيحصل، فقال له ماذا بك؟ في إيه اللي حصل؟ قال له لقد قتلوا جميع رفاقي، كل اللي كانوا شغالين اتقتلوا. هجم اللصوص على أرض سيدنا أيوب عليه السلام وقتلوا كل اللي فيه، وأخذوا ما أخذوا من الثمار، وسرقوا اللي سرقوه من النعم بتاعت سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب عليه السلام عمل إيه لما سمع المصيبة؟ أول مصيبة تنزل على سيدنا أيوب قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يمتحن سيدنا أيوب عليه السلام، وأراد أن يبين للناس إن أيوب عليه السلام راجل صابر وما بيعبدش ربنا سبحانه وتعالى علشان هو في غنى وعافية وبس. هل كده كل الابتلاءات نزلت على سيدنا أيوب؟ لا، ده تاني يوم نزلت الصواعق من السماء على أحد الحقول اللي بيمتلكها سيدنا أيوب عليه السلام. وجه واحد من الفلاحين اللي كانوا موجودين في الأرض وثيابه كلها محروقة وكان شكله يرثى إليه، وقعد يزعق وينادي على سيدنا أيوب ويقول له النار النار يا نبي الله. فسيدنا أيوب بيقول له إيه اللي حصل؟ قال له لقد احترق كل شيء، النار حرقت كل حاجة. فسيدنا أيوب زوجته بتقول له ما هذه المصائب؟ إيه المصائب اللي بتنزل علينا دي؟ فأيوب عليه السلام يرد عليها ويقول لها اصبري يا امرأة، هذه مشيئة الله، قد حان وقت الامتحان. سيدنا أيوب عارف ان مفيش نبي جه قبله ولا هيجي بعده الا وربنا سبحانه وتعالى بيمتحن قلب. فبص سيدنا أيوب عليه السلام الى السماء وقال الهي امنحني الصبر. وفي اليوم ده سيدنا أيوب امر الخدم والعبد وكل الناس ان هم يروحوا ويذهبوا ويدوروا على مكان للعمل في مكان تاني. هل كده المصايب تقف على سيدنا أيوب عليه السلام؟ ده تاني يوم على طول، مفيش نفس، مفيش وقت يضيع، تاني يوم على طول مات جميع أولاد سيدنا أيوب عليه السلام. كانوا قاعدين في دار من ديارهم عشان ياكلوا، الدار كلها وقعت عليهم فكلهم ماتوا. وهنا ازدادت محنة سيدنا أيوب عليه السلام، ولده مات كل يهون، بس قدام مصيبة الابن دي بيكون حاجة كبيرة قوي. هل المصائب كده وقفت عند سيدنا أيوب؟ لا، ده ابتلى في نفسه وفي صحته وفي عافيته
بيته، وانتشرت الدمامل في جسم سيدنا أيوب عليه السلام بالكامل، وتحول من راجل حسن المظهر والهيئة لراجل يفر منه الجميع، وما تبقاش مع سيدنا أيوب عليه السلام سوى زوجته فقط، وأصبح بيته خالي من المال والطعام بعد ما كان أغنى واحد في قريته. هنا بقى إبليس يسكت؟ لا، ما يسكتش، ده راح يوسوس لسيدنا أيوب عليه السلام بنفسه، قعد يوسوس له من كل جانب ويقول له ماذا فعلت؟ عملت إيه حتى يموت أولادك وتصفي أموالك وبعد كده تصفي صحتك؟ سيدنا أيوب عليه السلام استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل على الشيطان حتى انصرف، وبعد كده راح لزوجة سيدنا أيوب وعملت نفس اللي عمله سيدنا أيوب. ولما إبليس يأس من سيدنا أيوب وزوجته راح ولف على أهل القرية من تاني، قعد يوسوس لهم ويقول لهم إن سيدنا أيوب عليه السلام عمل ذنب كبير ومعصية كبيرة علشان يبقى في المكان اللي هو فيه دلوقتي. مش كده وبس، الأحداث اتطورت لحد ما ظنوا إن وجود سيدنا أيوب في وسطهم خطر عليهم، وراحوا كلهم واجتمعوا قدام سيدنا أيوب وقدام منزله وقعدوا يقولوا له إن بقاؤه خطر وإنه هو أذنب ذنب كبير عشان تحل عليه اللعنة. وسيدنا أيوب عليه السلام عاوز يفهمهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن الأنبياء ويمتحن قلوبهم وابتلاءات واختبارات، وهم ولا هنا. ووصل بهم الجرأة ووصل بهم الحال إن هم يخرجوا سيدنا أيوب اللي كان بيحسن إليهم ويعطف عليهم أهله وبلده، ان هم يخرجوه من بيته ويقولوا له ان بقائك خطر علينا. فزوج سيدنا ايوب عليه السلام تقول له انسيتم احسانه والطعام اللي كان بيجي لكم من بيت ايوب عليه السلام؟ فسيدنا ايوب عليه السلام قال يا رب ان كانت هذه مشيئتك فساخرج واسكن الصحراء. يا الله، ايه الصبر ده بس كده؟ لا والله، ده دعالهم، اللي أذوه دعالهم وقال يا رب سامح هؤلاء على جهلهم، ما دعاش عليهم، لو كانوا يعرفون الحق ما فعلوا ذلك بنبيهم. وصلت محنة أيوب عليه السلام لدرجة إن هم خرجوه من بيته، ظنوا إن اللعنة حلت على سيدنا أيوب بسبب ذنب، فخافوا إن اللعنة تصيبهم هم كمان. زوجة سيدنا أيوب الصابرة المحتسبة خرجت تدور على عمل في أرض حوران كلها، تخدم حتى في البيوت عشان تلاقي قوت يومها، وكانت زوجته تستمد صبرها من صبر زوجها سيدنا أيوب عليه السلام، وعملت له عريش كده لسيدنا أيوب في الصحراء علشان يسكن فيه، وكانت بتخاف عليه من الوحوش اللي في الصحراء، ما كانش بيقدر يتحرك، بس ما لهمش مكان الا ده. وفضل سيدنا أيوب في البلاء والمحنة أعوام عديدة. وفي يوم من الأيام كانت السيدة زوجة سيدنا أيوب عليه السلام بره المنزل، مر على سيدنا أيوب راجلين كانوا من أعز أصحابه، وقفوا عند سيدنا أيوب وقالوا له وهم شايفين حالته سيئة والمرض بينهش في لحمه: أنت أيوب سيد هذه الأرض، ماذا أذنبت لكي يفعل الله بك هذا؟ إيه اللي أنت عملته عشان ربنا يعمل فيك كل ده؟ والتاني يقول له إنك أذنبت ذنبا كبيرا تستره علينا فعاقبك الله به. أنت لو مكانه وسمعت الكلام ده وأنت في عز تعبك وكسرتك هتعمل ايه؟ سيدنا ايوب عليه السلام تألم لان هم بيأذوه بكلامهم ويتهموه اتهامات باطله وهو بريء من ده كله، فرد عليهم وقال لهم: وعزة ربي انه ليعلم ببراءتي مما تقولون. الراجلين تعجبوا من صبر وقوة سيدنا ايوب عليه السلام حتى في عز مرضه. اما زوجته قعدت تدور عن مكان تشتغل فيه وتبحث فيه، بس كانت كل الابواب مغلقه وما لقتش اي حد يستمدها بالعمل، وبرغم كده ما مدتش ايديها ولا قالت لحد الدين. ولما ضاق بها الحال الضفيرة بتاعتها قصتها وباعتها مقابل رغيفين خبز، ورجعت لسيدنا ايوب عليه السلام عشان تقدم له الطعام. اول لما شافها غضب غضبا شديد وقال لها: انت عملت ايه؟ وحلف انه يضربها 100 ضربه، وما كلش الرغيف بتاعه لانه كان غضبان منها. وبرغم انها كانت بتلح عليه علشان يدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يزيح عنه المرض، بس ما كانش بيرضى. تحمل المرض وتحمل البلاء وتحمل الاتهامات الكاذبة اللي كانت بتتوجه ليه. لكن أول ما زوجته باعت ضفيرتها نظر إلى السماء وقال: يا رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يا رب بيدك الخير كله والفضل كله وإليك يرجع الأمر كله، ولكن رحمتك سبقت كل شيء، فلا أشقى وأنا عبدك الضعيف بين يدي. يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في الوقت ده أضاء المكان كله بنور شفاف جميل، وامتلأ الفضاء بريحة طيبة، ورأى أيوب ملاك ينزل من السماء، سلم على سيدنا أيوب وقال له: نعم العبد أنت يا أيوب، إن الله يقرئك السلام ويقول: لقد أجيبت دعوتك وإن الله يعطيك أجر الصابرين. اضرب برجلك الأرض يا أيوب واغتسل في النبع البارد واشرب منه تبرأ بإذن الله. وبعد كده غاب الملاك، وشعر أيوب
أيوب عليه السلام بالنور يضيء قلبه، فضرب بقدمه الأرض فانبثق نبع بارد عذب المذاق، فتذوق منه سيدنا أيوب وشرب منه، وتدفقت دماء العافية في وجه سيدنا أيوب عليه السلام من تاني، والضعف ساب جسمه. خلع سيدنا أيوب عليه السلام ثوب الضعف والمرض، ولبس ثياب تليق به يملأها العافية، ورجعت له الصحة والعافية، ورجع له المال من تاني. رجعت زوجته وما كانتش عارفاه وما كانتش عارفة نداء أيوب عليه السلام لما وشه نور من تاني ورجع من تاني في الصحة، وبتحسبه راجل غريب. بتقول له ألم ترى أيوب نبي الله؟ فرد عليها وقال لها أنا أيوب. قالت له أنت إزاي؟ زوجي شيخ كبير يملأه المرض. فقال لها المرض من الله والصحة من الله، وهو سبحانه بيده كل شيء. لقد شاء الله أن يمن علي بالصحة والعافية وأن تنتهي محنتنا. أمرها هي كمان إنها تغتسل في النبع البارد عشان ترجع لها نضارتها من تاني، فاغتسلت فألبسها الله سبحانه وتعالى ثوب الشباب والعافية، وربنا سبحانه وتعالى رزقهم من تاني بالبنين والبنات. ووفاء بنذر سيدنا أيوب عليه السلام لما نذر إن هو هيضربها 100 ضربة، أمر ربنا سبحانه وتعالى إنه ياخد ضغط من الأرض وهو حشاش في الأرض ويضربها بيه، فيوفي أيوب عليه السلام بنذر ولا يؤلمها وما يضربهاش جامد علشان هي امرأة صالحة وفية. أيوب عليه السلام كان واحد من عباد ربنا سبحانه وتعالى الشاكرين الحامدين في الشدة وفي الرخاء، الصابرين في البلاء، الأوابين إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال. ربنا سبحانه وتعالى سجل قصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال في سورة صاد وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب